من ولادي الكبير بس كان وقتها صغير حب بنت، فابتديت أنا أتعامل على إن الموضوع جد، فبقى يحكي لي على كل حاجة، ولما كنت بحس بأي خطر كنت ببقى عارفاه وبحذره منه قبل ما يقع فيه. أنا دايما بقول اللي بينجح بينجح لنفسه مش ليا، واللي بيخيب ويفشل هو اللي هيضيع. احنا مش هنخلل فيها ونعيش لهم على طول، لازم يتعلموا ازاي يواجهوا الحياة. طب عندكم كام ولد وكام بنت؟ ابننا الكبير اسمه مصطفى ظابط، والتاني ماجد بكالوريوس هندسة. ميادة في الثانوية العامة السنة اللي فاتت كانت جايبة 95%. مازن أولى ثانوي، وآخر العنقود بقى الأستاذ مختار. ميكي يا بابا. ميكي يا بابا. يلا ناخد صورة. سي تشيز. حماتي. تعالي يا ماما. تعالي. على فكرة ماما عايشة معانا. تعالي يا حبيبتي. ميكي تعال. انا مش قلت لك 100 مره ما تحطش رجليك على الترابيزه؟ وبعدين حاطط القطه المعفنه دي على الكرسي اللي بنقعد عليه. يلا روح نادي على اخواتك. صباح الخير يا بابا. صباح النور. ايه النهارده هتستلم الشغل بتاعك؟ ان شاء الله. مبروك يا حضره الملازم. الله يبارك فيك يا ست اللواء. اي اوامر؟ شكرا. يلا يا مازن بابا استني. حاضر. يلا يا ميادة بابا مستني. يلا يا ولاد عشان اتاخرنا. مصطفى احنا نازلين يا ماما. طيب يا بابا مع السلامة. الله يسلمك. نعم يا بابا. مصطفى انت المفروض الكبير بتاعي دلوقتي، يعني عاقل وبتفهم. لو سمحت ارجع ما الاقيش القطه دي هنا. خلاص يا بابا بقى، سيبها عشان خاطر ميكي وميادة ومازن بيحبوها. الامراض زادت قوي اليومين دول، بقى في انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، مش ناقصين كمان انفلونزا القطط. بابا يا حبيبي كل اللي فيها ان شعرها بيقع، نقص فيتامينات. بابا سيبها، بابا لو سمحت احنا عايزينها. سمعت انا قلت ايه يا حظابط؟ حاضر يا بابا. انت رايحه الشغل النهارده يا مريم؟ في حد من الولاد قاعد معايا؟ لا. يعني يا مريم ما انتش قادره تسيبي شغلك وتقعدي تراعي امك في اليومين اللي باقيين لها؟ في ايه بس يا ماما؟ في ان انت كل يوم بتخرجوا بتسيبوني قاعده لوحدي في قلب البيت زي يعني يا ماما حد هياكلك؟ يا مريم، يا مريم يا حبيبتي، الشقه دي فيها حاجه مش طبيعيه. ما احنا عايشين معاكي فيها. بطلي سلبطه بقى يا وليه. سلبطه؟ الله يسامحك يا مريم، الله يسامحك. ما انا مليون مره قبل كده يا بنتي قلت لك خديني وديني عند اخوكي. ما انت عارفه، ما انت عارفه انا وحشه قد ايه. وكذا مره يكلمني ويقول لي يا ماما انا مش قادره اجيلك، اكمن جوزك قطع رجله من هنا، ربنا يخلي لك جوزك. وبصراحه بقى يا مريم انا برتاح هناك اكتر من هنا. احنا مش هنطردنا بقى من السيره دي يا ماما بقى. طب عشان خاطري، عشان خاطري يا مريم كلميه يا حبيبتي، وان كان كده خديني معاكي في سكتك. مصطفى حد يروح يصلح العربيه اللي بقى لها شهر بايظه دي؟ ولا يعني الواحد ما يقدرش يعتمد عليكم في اي حاجه؟ ماما انا مش عارف ظروفي ايه النهارده، لسه رايح القسم اول مره ومش فاهم حاجه. ابقوا شيلوا الحاجات دي في المطبخ بعد ما تاكلوا. حاضر يا حبيبتي. سلام يا ماما. مريم مش هتكلمي اخوك خالد وبالمره تسالي عليه؟ طب يا بنتي كلميه، على الاقل انا اطمن عليه. ولاده وحشوني قوي. حاضر يا ماما، بطلبه اهو. الو. ايوه يا حبيبي، ازيك؟ تمام يا مريم، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ والولاد عاملين ايه وماما؟ الحمد لله احنا كويسين كلنا.
وانت اخبارك ايه انت وغاده؟ كويسين يا حبيبتي الحمد لله. بقول لك ايه يا خالد، ماما عايزه تشوفك وانت وحشتها قوي. هتبقى موجود في البيت امتى عشان اعديها عليك؟ يا مريم انت عارفه ماما وغاده ما بيتفقوش سوا، وامك متعبه بصراحه، والاتنين بيفضلوا في خناقات طول اليوم. ها؟ وهترجع امتى من السفر؟ قولي لها ان انا مسافر، وانا كام يوم كده لو محمد سافر ابقى اجي ازوركم. اوكي يا مريم، باي باي. ترجع بالسلامه ان شاء الله. طيب يا ماما انا اتاخرت قوي ولازم امشي، باي باي. مع السلامه يا ضنايا، مع السلامه. صباح الخير. صباح النور. اسمك وسنك ومحل اقامتك؟ سيد محمد علي عبد الرحمن الشافعي، 29 سنة، 30 شارع هارون الدقي. المستندات اللي عندي بتقول ان المدعو سيف الدين كامل رئيسك المباشر اتهمك انك اتهجمت عليه في مكتبه. ايه اقوالك؟ ما حصلش. يعني هو بيتبلى عليك وزمايلك في الشغل اللي شهدوا عليك؟ أنا هشرح لحضرتك. اشرح. هو اللي اعتدى بالضرب عليا، وهو اللي خلى زمايلي يشهدوا كذب. يا سلام، عبيط انا بقى هتضحك عليا. بص، انت من دور ابني الكبير تقريبا، فانا مش عايزه اذيك. لو كنت فاكر انك ممكن تضحك عليا تبقى انت لسه ما تعرفنيش كويس. هتبقى صريح معايا هساعدك، لكن هتلف وتدور عليا انت حر. انا بشم ريحه الكذب على بعد كيلو. طيب أنا هقول لحضرتك على كل حاجة. كوسه ايه الكوسه دي يا عم كوسه ايه؟ هو عشان انت مغلوب يبقى كوسه؟ يا ابني؟ اذا كان بينهم جون انا مدخله في نفسي والتاني خبط في اللعيب ودخل، ده يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه توفيق. يلا يا دغور يا ابو شكلك. يا نهار ابيض. محظوظه يا ابن المحظوظه. بس صعب. يلا اضرب لامك غد. صعب عليك ياض. اشيل لك الجون؟ يا جدعان احنا لازم نروح الجامعة بقى. نفسي امان والله بس مكسل الصراحه. طب واخرتها؟ يلا نزق رجلينا كده لحد هناك. نفسي مش مطوعني، معرفش ليه يا اخي الجامعه دي مش جايبه معايا سكه. هي الامتحانات امتى؟ ما انا عايز اروح عشان اعرف. طب ما يا عم كلم اي حد يعرف لنا منه الامتحانات امتى. انت داخل اساسا السنة دي؟ وطول ما دكتور مجدي الزفت ده هو رئيس القسم انا مش هينفع اعتبها، وما اعرفش هسيب الكليه امتى. يا عم افرض ما سابهاش. ما اعرفش بقى، ما اصل كده كده لو دخلت هيسقطني. هو ما بيطيقش اهلي يا عم من ساعه اليوم اياه. وما فيش حد يعمل كده برضه يعني. يا عم هو اللي غلطان، انا ايش عرفني ان هو ده رئيس القسم؟ يعني هعرف منين؟ وبعدين ما خلاص لازم انزل ابوس على ايده، يعني خلاص خلصنا. يا ابني انت ما شفتش اخر امتحان الواد ده حضر وعمل معايا؟ قال له انت مذاكر؟ قال له اه. قال له لو فاكر نفسك هتنجح تبقى بتحلم. طب انت مش عايز تروح؟ انا عايز اروح. ما تروح يا عم وانا ماسكك. انا حكت. سلام. يلا حبيبي سلام. يا شيكو انا عايز اغير الدراع ده. يا نجحت، الف مبروك. انا بصراحة مش هروح الكلية لوحدي يا جدعان، الكلية دي حاجة زبالة قوي. جديده. استاذه مريم، ايوه. في واحد بره بيقول انا عايز اقابل حضرتك. مين يعني؟ ما اعرفش. طب انا جايه له، خلي عم عطيه يعمل لي كوبايه شاي وندعي لي ليلى. تمام يا فندم. يلا امضي على اقوالك واتفضل. هنا اتفضل. عن اذنك يا فندم. كده كله تمام يا فندم.
اتفضلي. نعم يا ست هانم. يلا نضفي المكتب. حاضر. صباح الخير. صباح النور. حضرتك أستاذة مريم؟ ايوه. أنا علي، صاحب معجزة. نعم. صاحب معجزه ازاي يعني؟ لا، أنا صاحب ماجد معجزة، ابن حضرتك. ماجد ابني اسمه معجزه؟ ماله؟ لا، هو بخير. هو أنا عطلت حضرتك؟ لا ابدا. اتكلم خير. مفيش. هو حضرتك بصراحة اللي بيعملوا معجزة ده ما ينفعش. أنا عارف إنه مخبي عليكي وما كانش ينفع أجي وأقول، بس بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه. تعمل ايه في ايه؟ مفيش. هو معجزة بقاله سنتين ما بيروحش الجامعة. نعم. يعني ايه؟ والله، وعشان كده جيت أقول لحضرتك. أنا كذا مرة أنصحه وأقول له، وهو يقول لي من السنة الجاية هنتظم، بس برضه ما بيروحش. يعني عايز تفهمني ان ماجد في سنه تانية السنه دي مش في رابعه؟ حضرتك روحي الجامعة واسألي. يا نهار اسود. يعني هو ما بيحضرش المحاضرات؟ ولا محاضرات ولا امتحانات. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ والله، وعشان كده انا جيت اقول لحضرتك، لان هو كده بيضيع نفسه. انا عارف ان الكلام ده هيضايق حضرتك، بس مش عارف اعمل ايه. والله لولا ان ماجد صاحبي وخايف عليه انا ما كنتش جيت. ولو سمحت يا طنط ما تقوليلوش ان انا اللي جيت. اكيد. طنط، اوعي معجزة يعرف بجد. خلاص مش هجيب له سيره. طبعا اذن حضرتك. اتفضل. وانت في الكليه نزلت تمرين فين؟ نقطة الجزيرة سعادتك. على كده بقى انت كنت متدلع خالص، بس خد بالك الشغل هنا غير الشغل في نقطه الجزيره. عارف يا فندم. وده الرائد شريف مهران، هيبقى يعرفك على باقي زمايلك. تروح للسول فؤاد سلمه الملف بتاعك وهو هيقول لك تعمل ايه. تمام يا فندم. حاجة هنا باشا. هو يا حيوان نظام جديد. أول قصيدة كفر، ما ينفعش حد يخش الحجز ومعاه طبنجة. مفهوم يا فندم. هعديها لك المرة دي عشان لسه مستجد، لكن بعد كده إياك حد يلمس طبنجتك، عيب. حاضر. وبقى ربي شنبك ده.
مفيش حد بيحبني. ليه بتقولي كده؟ انت لو في حضني دلوقتي هتعرفي انا بحبك قد ايه. طب بتحب فيا ايه؟ كل حاجه. ايوه يعني زي ايه؟ صوتك وطيبتك وحاسك حنينه قوي. وانت حنين؟ جربي وهتعرفي. بجد يا منى تبقى حنين عليا؟ حنين وهعمل لك اي حاجه انت عايزاها. انت لو سالتي عن معنى كلمه الحنان هيقولك ده منطق. ولا تحكمي على الشيء قبل ان تجربيه. بس انا عايزه اشوفك. ما ينفعش، انا في البيت. طب مش ممكن تنزلي لي تقفي معايا ولو 5 دقايق؟ 5 دقايق بس. مش عارفه، بس انت وحشني ونفسي اشوفك قوي. بس ما بسش. قولي لي انت ساكنه فين؟ اخاف. تخافي من ايه؟ باباكي لو شافنا او اي حاجه يعني قولي له عادي، يعني واحد معايا في المدرسه وخلاص. مش حكايه كده، انا مفيش حد عندي في البيت. انت بتهزري؟ طب قولي انت ساكنه فين؟ قولي وانا اجيلك دلوقتي. مش شرط. لو جيت هتحضني قوي 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 قوي. قولي لي بقى انت ساكنه فين؟ هقولك على عنوان. يا عم دي عيال بقي يا عم، وفيس ولا يعرفوا يعملوا حاجه. ما انا عارف. مازن، انا عرفت ان شوكا هيجيب اخوه واصحابه بره وهيستنانا لما نخلص. ولا ياسر انت متاكد؟ والله سراج هو اللي قال لي. حد فيكم يعرف حد؟ ها بقول له كده مش عارف اجيب اخواتي دول عيال جوه انا اساسا. انا اعرف واحد ممكن يخلص لك الحوار ده في ثانيه. بس يلا يلا كنت بسرعه. يلا بسرعه. يوسف تحب تخليك انا ولما نجي لك انا وياسر؟ لا يا عم انا جاي معاك. طب يلا بسرعه. رخصتهم انتهى يا باشا. هات لي رخصة العربية. طب انت ليه ما تكلمش ابوك يظبطك؟ لا ابويا مش بتاع وصاية. بعدين هنا احسن، ادينا قاعدين بنتكلم نشتبه في حد بتاع احسن ما كنت رحت المديريه وكل اللي هناك بلطجيه ومسجلين وحاجه بنت جزمه. بس انضف من هنا في التكييف يا معلم. بسكوت. يمكن بالنسبه لك. بالنسبه لاي حد. غيرش انت بس غريب او ان شكلك مالكش فيها. ما تزعلش مني يا مصطفى، انت زي اخويا الصغير. انا بضرب نفسي 100 جزمه اني سمعت كلام ابويا. عارف لو اقدر ادبر 100,000 جنيه بكره الصبح اقدم استقالتي. الرخصه يا باشا. يا ابني اي حد يتمنى اللي انت فيه ده. قابل يا معلم. هات الواد ده. ولا اقف يا رخصك يالا. رخصك يا مسحوبه يا باشا. طب الوسط مسحوبه. انت هتتجنن يالا. يا لا لا نوع نضيف. وماشى؟ ايوه يا باشا ماشي، بس انا ماليش دعوه ولا. لا ما احبش كده. اللي بيكذب بيخش النار. خد يا ابني حرز لي حته الحشيش دي واعمل لي بقى محضر محترم يليق بالباشمهندس. واكشف لي ارقام العربيه دي. العربيه دي مسروقه. تعليماتك يا باشا. بص يا باشا والله العظيم والله العظيم يا باشا بالراحه. بالراحه يا باشا بالراحه. خلاص هاخده معايا على الاسم. حرك العربيه دي يلا. العربيه دي مش طالعه. يلا يا باشمهندسين خدوا ميكروباص تاني. ازيك يا بت يا زنوب؟ واقف سيبني يا باشا. يا باشا سيبني يا باشا. ايه يالا مالك يا باشا ابوس ايدك يا باشا. سيبني اوعى يا باشا. ده مجنون يالا ولا ايه؟ يا باشا انا عندكم عيال. خدوا على البوكس. ابوس ايدك يا باشا. بلاش يا باشا بلاش يا عم انت. اوعى ولا ايوه يا باشا. يا حلاوتك. اهدى يا باشا بس. عارف يعني ابن الكلب يا باشا ده اسمع. يهرب منك يا باشا وهرب ازاي؟ مفيش يا باشا. امال الواد عور نفسه وجري. انت بتستهبل. ما ضربتش امه بالمسدس ليه؟ ولما اضرب امه ويموت يا باشا اروح انا في 60 دقيقه عشان الواد ما يستاهلش. انت بتستعبط يا ابني. دي لعنه ابوك كنتوا هتصدقوني ليه؟ ايوه يا قمر. فين؟ انا تحت عماره فيها اجزخان. ايه؟ هي دي؟ ايوه هي دي العماره. اطلع يلا انا مستنياك في الدور التاني. السلام عليكم. ميادة؟ اه ايه؟
انت نسيتي ولا ايه؟ في ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مش هنخش نقعد جوه؟ ما ينفعش. ليه؟ انت مش قايله ان البيت فاضي؟ تيتا قاعده جوه. طب ما احنا كده ممكن برضو اي حد يشوفنا هنا. عادي يعني. لا 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 ما يخلصنيش، انت كده برضو منظرك هيبقى بايخ. مندو انت بجد بتخاف عليا؟ طبعا. انت مع الوقت هتكتشف ان الشاب اللي قدامك ده رجوله. بقول لك ايه، انت جدتك دي ما ينفعش نموتها. حرام عليك، وبعدين وطي صوتك، هي ما تعرفش ان انا هنا، انا المفروض في المدرسه. ازاي يعني؟ اصل تيتا مش بتشوف. ضريره. طب يلا بقى، تعالي بقى نخش جوه، مش هنسيبها لوحدها، عيب. يلا بس تعالي. طب قولي بحبك. بحبك. في حد جه بره منكم يا ولاد؟ يا ولاد حد يرد عليا يا ولاد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب منك لله يا مريم، الله يخرب بيتك يا مريم، الله يخرب بيتك يا مريم. انا كنت بكلمك من هنا. والله؟ ده حلو قوي. مندو ما تخوفنيش منك. ايه السياح ده؟ انت هتسيح لنا، داخلين بنتسحب وانت هتسيحي في الاخر، وبعدين عادي يعني، الحياه هات وخد، انت تقولي لي هات انا اقول لك خد. انت ما تعرفش حاجات كتير عني. طب ما تيجي نترمي في حضن بعض وننهار ونعترف. انا عارفه ان انت مش هتكمل معايا، مش هتفضل تحبني. الله لا لا، ليه الافكار القذره دي؟ اكيد هتلاقي واحده احلى مني هتحبها وهتنساني. احلى منك انت؟ مندو انت بجد هتبقى حنين عليا وتعملي كل حاجه انا نفسي فيها؟ اكيد طبعا. طب وبعد الجواز برضه هتفضل تحبني؟ لو جوزك مش هيمانع انا ما عنديش اي مشكله. نعم. بقول لك ايه، ما تيجي ناخد وندي بشكل ودي. نعم مندو. طب ايه القلق ده؟ هي خلاص مش هتيجي تاني. طب ما تروحي تقفلي الباب. طيب. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه في ايه؟ بتعملوا فيا كده ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتوا فاكرين ان انتوا اللي هتعفرطوا؟ انا اللي هعفرطكم. لا ما هو مش معقول بقى. لا مش معقول بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخص عليا يا مريم، اخص عليك. ايوه يا هاجر، ازيك يا حبيبتي وازاي الولاد؟ لا مش هقدر اعدي عليك النهارده، مش سامعه الصوت يا هاجر. طب ثواني، ممكن بس والنبي يا اسطى توطي الصوت ده لو سمحت. جالي واحد صاحب ماجد من الجامعه بيقول لي ان بقاله سنتين ما بيروحش الجامعه. مش عارفه انا هروح اشوف الموضوع ده دلوقتي. يا رب يا هاجر، يا رب يكون الواد ده بيكذب يا رب. ماشي يا هاجر، مع السلامه يا حبيبتي. ده ابن حضرتك يا ست. نعم. انا ابني الكبير برضه ابن كلب، عملها من سنتين، ما هي نفس العجينه الوسخه. الله 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 الله، انت هتلبخ ولا ايه؟ عجينه مين اللي وسخه؟ ما تتكلم عادل. الله الله الله، عدم المؤاخذه بقى، انت تطلع عصبيتك عليا، انا مالي؟ انا عيالنا بنصحي. متشكره قوي على النصيحه الغاليه دي. ممكن بس توطي الصوت ده لو سمحت. انت لازم تشد على الولد. الله، دلع الولاد مش كويس. حاضر. ممكن بقى تركز في الطريق؟ ما هو لازم برضه الراجل يعرف ويشد على الولد، لان لا مؤاخذه تربيه الراجل مش زي تربيه المرأة. مرة؟ ممكن بقى تسيبني في حالي ولا عايز ننزل عشان اخلص منك؟ عدم المؤاخذه يعني، هو انا اللي جبت لك العصبي ولا اللي عمله الولد؟ على العموم انت لازم تفضفضي وما تشيليش في نفسك، لانك لو شلت في نفسك هتطقي تموتي. تصدق انك انت راجل مهزأ؟ اقف نزلني هنا. لا اله الا الله، هو اللي يعمل خير يلاقي ان الادب من الناس. انت بتتكلم كده مع مين؟ صحيح انك راجل ما تربيتش؟ خد. صدقني غلطان رتبتك من الاول. صحيح بلد نسوان،
السلام عليكم، ازيك يا رامز؟ اهلا يا معلم، صباح الفل. انا ياسر قريب محمد علي، فاكرني؟ اه طبعا فاكرك. انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. وهو الواد ده فين؟ ده بقى بيعدي يعني ولا حد بيشوفه؟ والله وانا كمان بقالي كتير ما بشوفوش. طب لما تشوفه قول له رامز بيسلم عليك، بيقول لك عيب يا ريس الحركات الوسخه دي وهو واقف. يا عم الواد ماله يعني؟ وانت مال عقلك؟ يلا خش جوه يا. ها وانت ايه اللي جابك هنا بقى؟ في عيال معانا في المدرسه اتلموا علينا النهارده الصبح وضربونا، وهيجيبوا لنا اخواتهم الكبار وهيستنونا بعد المدرسه. هيجيبوا لكم اخواتهم الكبار ليه بدل ضربوكوا؟ ما احنا كمان ضربناهم. هي رجاله يعني ولا فرافير؟ لا يا عم رجاله. وانت اسمك ايه؟ مازن. ماشي يا عم مازن. ولو ان قريبك مستندل معايا بس انا جدعانه مني يا عم هاجي معاكم، بس ما تنساش تقول له اللي انا قلته لك ولا هتخاف؟ لا والله اقول لك. اقف يا جو. ماجد محمد نصر الدين. هو ده في سنة تانية مظبوط؟ تانية. هو قال لحضرتك انه في سنة كام؟ المفروض انه في سنة رابعة. كتير من أولياء الأمور بيجوا لي في نفس المشكلة دي. انا كنت بقول خلاص كلها سنة ويتخرج. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس مع الواد ده؟ يا ريت يا مدام تهدي أعصابك شوية، لأن العصبية مش هتوصل لنتيجة. اهدى ازاي بس؟ أنا هقول لحضرتك حاجة. هو فاضل له في السنة دي 3 محاضرات غياب ويتمنع من دخول الامتحان. وأنا عندي اسمه. يا ريت حضرتك تسيبي لي رقم التليفون، ولو غاب في أي وقت أنا هبلغ سعادتك فورا. انا مش عارفة اقول لك ايه ومش عارفة اشكرك ازاي. تشكريني على إيه؟ لا شكر على واجب يا فندم. يا حيوان. نعم. مش قصدي. ايوه يا ماجد. ماما. انت بتكنسلني ليه؟ هكون بكنسل عليكي ليه يعني؟ كده عشان في محاضره ومش عارف ارد عليك يا ماما. في المحاضرة؟ أنهي مدرج؟ يعني ايه انهي مدرج؟ مش فاهمك. أنا في الكلية عندك، أنت فين بالظبط؟ ماما مش وقته، مش عارفه اكلمك دلوقتي خالص. بصي انا الدكتور لو شافني هيرفدني، اوكي؟ في 10 دقايق بالظبط وهكلمك تاني، خلاص؟ يلا سلام. طب والله العظيم لو قفلت الخط مش هتعرف إيه اللي هيحصل لك. أنت في مدرج رقم كام؟ ماما انا مش سامع حاجه. الو؟ ألو؟ ماما. يا ماجد انا مش عارفة سامعك. حركاتك دي كويس. انت سامعاني؟ ما طب تقفلش هنقفل دلوقتي ونبقى نتكلم بعدين، يلا. ألو؟ سلام يا طب حبيبتي. وحياة أمي لو يا ديني على القرف. ايه في ايه؟ امي عندي في الجامعه يا جدعان. يا نهار اسود، وايه اللي وداها؟ ما اعرفش ايه اللي وداها، بس ربنا يستر، بس ما كانش عارف حاجه تاني. اهي بتتصل. اقفل. ايوه ماما. أيوة يا ماجد. ايوه يا حبيبتي. انا في محاضره 10 دقايق بالظبط هكون عندك، اوكي؟ ولو اتأخرت؟ لا 10 دقايق بالظبط، بس عشان ما يلا باي باي. حد فيكم معاه فلوس يا جدعان؟ لا والله انساني. انجزوا يا جدعان، بلاش الحركات دي، عيب. انا لو معايا مش هسيل عنك. تصدقوا بقى ان انتوا طلعتوا عيال سيس. يا مصطفى. ايه عايز ايه؟ انت فين؟ انا في البيت. طب ينفع تيجي لي على البلاي ستيشن بسرعه وحياة امك؟ بقول لك أنا في البيت. افهم بقى يا حمار، شغل مخك. حاول وحياة امك يا تيفا، انا مزنوق زنقه وسخه. أنا مزنوق أكتر منك. يا تيفا انت مش فاهم حاجه، انت قاعد في الطراوه، امك جات لي الجامعه وعرفت اللي فيها. يا نهار أبوك أسود. طيب أنا 10 وهجيلك. الله يخرب بيوتكم. أي حد يعمل مصيبة تيجي على دماغي أنا. في ايه؟ مفيش. لازم أنزل بسرعة عشان آخد الواد ماجد الزفت وأوديه الجامعة. وده وقته برضه يا مصطفى، مش هينفع تخليك شويه؟ لا صعب. أنا نفسي والله يا حبيبتي، بس أمي هناك وعاملة له قلق. طب احنا ملحقناش نقعد مع بعض. يا حبيبتي ما تقلقيش، هنقعد وهنقف وهنلعب، بس لازم أنزل ألحق ماجد. مش هتتأخر ها؟ لا هي نص ساعة. نص ساعة؟ طب افرض حد جه على غفلة. مش هيحصل صدقيني. اتحلت. ايه؟ ولا انت معاك عربيه ها؟ ايوه. انت عظيم ياض. طب عايزك معايا في مشوار مهم فشخ. فين؟ هنوصل لحد الجامعه في السريع ها؟ لا يا عم نفض صباح السحل. وحياة ابوك امي عندي في الجامعه وشكلها هتعكش، يلا خليك جدع بقى. اجيب سجاير ونسوان. تمام. سلامك كده. يا ابن العمية. والله العظيم يا رب. في كده برضه؟ هو في حد يفرمل كده مره واحده؟ انت كمان هتطلعني انا اللي غلطان؟ لا انا اللي غلطان عشان ما عملتش حسابي ان في اغبياء راكبين عربيات. ما تلم نفسك يا عم انت بدل ما اجي الطش لك الصبح. تلطشت انا؟ تصدق انك راجل قليل الادب. طب غور بقى بدل ما اعملها معاك.
ايوه يا فقري. ايه يا معلم؟ بقول لك ايه، العربيه اتخبطت مش هعرف اجيلك، لازم اصلحها قبل امك ما تيجي. هو يوم باين من اوله. عامة ولا يهمك يا معلم، اطلع انت. انا اتصرفت ورايح مع واحد صاحبي في العربيه. يعني انا لو كنت جيت لك ما كنتش هلاقيك اساسا؟ يا مصطفى بقول لك امي في الجامعه بتدور عليا، اعمل ايه؟ صدق بقى انا ابن 60 كلب اللي سمعت كلام عيل زيك وسبت اللي ورايا ونزلت لك. ليه يا عم، هو حد كلمك؟ طب وحياه امي بعد كده لو كلمتني ولقيت حد بيختصمك ولا هعبرك. لا عيب عليك، محدش يعرف يا بس والله العظيم اعمل ايه؟ افهمني يا مصطفى يا معلم. امرني. واللي نزل على ملوشه ده هوا، ها مش مهم. خلاص عطل امك انت على قد ما تقدر لحد ما اكلمك اقول لك امان. قشطه؟ طيب هحاول. مفيش هحاول، عطلها باي طريقه. انا مش عارف العربيه هتاخد وقت قد ايه عند السمكري. بعدين امك لو جت لقت العربيه مخبوطه كده يا تطب ساكته يا تصور لنا قتيل. دي حالة ما عادش يتسكت عليها ابدا، ده في حاجة غير طبيعية يا ام جلال. انت هتقتليها ولا ايه؟ هقتلها ايه؟ انا هرجعه مكانه. بص اول ما شاور لك تخرج على طول، ماشي؟ قشطه. يا ام جلال. يا ام جلال. انا قدامك اهو يا حاجه. تعالي يا وليه مد بسرعه. في ايه؟ تعالي حبيبتي. خش قدامي يا ام جلال. تعالي خش. نقفل الباب، نقفل الباب. اقفلي الباب يا ام جلال. تعالي تعالي. خير. وهيجي منين الخير ان شاء الله. بقول لك ايه، الشقه دي فيها حاجه مش طبيعيه. طول ما انا قاعده بسمع خبط وترزيع وعفاريت رايحه وعفاريت جايه واللي نازل من فوق واللي طالع من. ام جلال خشي شوفي لي الاوضه دي فيها ايه. ايه الكلام الاهبل ده؟ ايه اللي ما بيروحش وما بيحضرش؟ مين قال لك الكلام ده؟ مالكش دعوه مين اللي قال لي. انا دلوقتي بسالك، يعني لو دخلنا نسال هلاقيك بتحضر؟ اه طبعا. طب هنشوف، اتفضل قدامي. على فين؟ نخش نسال. لا طبعا يا ماما، دلوقتي شؤون الطلبه هتلاقيها قفلت. تعالي بس لا معلش انا عايزه اروح اسال دلوقتي. يا ماما افهميني. تعالى هنا. الاوضه فاضيه يا حاجه، مفيش حد. امال ايه اللي انا بسمعه ده؟ يبقى مفيش الا حاجه واحده يا حاجه. ايه هي؟ اللهم احفظنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب وايه العمل؟ بخري يا حاج. نبخر يا حاج. تعالي بخري يا حاجه بخري. انا بخرت كتير على يدك. ايه في رجلك اليمين اهو يا اختي دخلت برجلي. ايوه بخري مرتين وثلاثه واربعه. يا حبيبتي ما هو على يدك يا حبيبتي. بخرت كتير قوي. لقد نفذ رصيدكم، يرجى إعادة شخص الدخول. لا حضرتك انا بحضر. هو بيقول انه بيحضر، ازاي يتمنع من دخول الامتحان؟ انت بتحضر؟ اه بس ساعات بغيب، اكيد مش كل يوم يعني. بس يعني في مرتين ثلاثة كده جيت متأخر والدكتور رفض يدخلني. انت مجموع رقم كام؟ 8. مين اللي بيديكم مادة رسم هندسي السنة دي؟ دكتور اسمه دكتور محمد. محمد ايه؟ لا مش عارف دكتور محمد ايه، بس احنا بنقول دكتور محمد عادي يعني. شكله ايه؟ هو اسمراني، عنده دقن دايما كده بتبقى منبته يعني، وشعره اسود كده وتقيل وجاي على جنب. وبص هو حضرتك مش تخين ومش رفيع يعني. ماجد، ايه رأيك لو قلت لك ان انا اللي بديكم مادة الرسم الهندسي السنة دي؟ ايوه صح. انا برضو بقول شفت فين حضرتك قبل كده. ماجد، حضرتك اللي بتديله الماده دي؟ اه انا اللي بديله المادة، بس ابنك ما حضرش ولا يوم. انا طبعا مقدر موقفك كأم، بس هي دي الحقيقة. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ ممكن تساعدنا ازاي؟ والله يا مدام مش عارف اقول لك ايه، بس انا ممكن اساعده بان اشيل له الغياب القديم، بس ده مش هينفع الا اذا حضر. لا من الناحيه دي ما يكونش عندك اي هم، انا باكد لحضرتك ان مش هيغيب عن اي محاضره نهائي. ماشي هنشوف. احنا متشكرين قوي واسفين على ازعاج حضرتك. لا ابدا، لا ازعاج ولا حاجه. عن اذنك. مع السلامه. الله يسلمك. منبته. 2 سنين بتاخد المصاريف وبتروح الجامعه وبتقول لي انا نجحت يا ماما. كنت بتاخد الفلوس دي بتوديها فين؟ ماما لو سمحتي بعد اذنك. انت تخرس خالص. بقى انا يا حيوان اسالك، بتحضر يا ماجد؟ ايوه يا ماما. هخش اسال يا ماجد؟ ايوه اسالي يا ماما. وقاعد تكذب على الراجل وفي الاخر ما تعرفش الدكتور اللي بيديلك. ايوه يا قمر انت فين؟ انا في البيت عندك، انت اللي فين؟
انا عندي السمكري وقرب يشطب، يعني رباعيه ابقى عندك. مصطفى انا زهقت، جدتك جابت مرات البواب وقاعدين يرغوا بره. حبيبتي قلت لك رباعيه ابقى عندك، يلا سلام. باي. بقول لك ايه يا باشمهندس، فانوس الشمال مش عندي، وبصراحه كده لازمك واحد. ماشي يا استعجينه بس تخلص. انا لسه عايز ابعت الواد يجيبه. وايه المشكله في كده؟ عايز فلوس. ماشي كفايه كده. ولا روسيا، خد روح هات فانوس العربيه. ايوه يا ماجد. انا عندي السمكري. طيب. وهتخلي ماما ترجع البيت دلوقتي وما تعرفهاش ان انا اللي بكلمك. طيب اوكي. بكلمك وانت عمال ترغي في الزفت ده. ما خلاص يا ماما بقى. ها قلت ايه حضرتك، هتحضر ولا لا؟ اه والله وهتشوفي. استغفر الله العظيم، ده انا بقول يا رب كلها كام شهر وماجد يتخرج، ده انا كل سنه بجيب مصاريف جامعتك بالعافيه. انا خلاص مش عارفه افكر. انا عايزه اعرف انت كنت بتروح فين؟ ممكن اعرف بتنزل كل يوم بتروح فين؟ بكلمك رد عليا، كنت فين دلوقتي؟ مفيش يا ماما، كنت مع اصحابي. اصحابك؟ يا رجالة أنا متأكد اللي فيها آثار هنا، بس لو نعرف نوصل لها ممكن نبيعها يا جماعة. احنا عليها ازاي؟ عادي هندور عليها. لا بص، الآثار بيبقى حواليها علامات، هندور على العلامات الأول. بص انت وسيف احفروا هناك. اسلام احفر هناك وانا هحفر هنا. خلاص يا ريس ولا ايه؟ والله يا باشا انا شغال اهو مش ساكت. طب فاضل قد ايه؟ يعني نصايه كده. كتير يا اسطى، ما ينفعش اقل من كده؟ هو ينفع، بس يعني هتبان انها مخبوطه. يبقى مخبوطه يبقى ما عملناش حاجه. خلاص خد وقتك. ايوه يا ماما. ايوه يا مصطفى. هو مازن كلمك؟ لا ليه؟ اصلي بكلمه اطمن عليه لقيته بيعيط، بقول له في ايه؟ قال لي مفيش، بس صوته كان باين عليه انه بيعيط. تعرف تروح له تشوفه ماله؟ لا يا ماما هو جنبك، انت اقرب له، بعدين انا في الكمين. لا يا حبيبي انا مش في الشغل، انا في الجامعه عند اخوك. في الجامعه؟ ليه؟ هبقول لك بعدين. ما تعرفش تروح له تشوفه ماله؟ انا مش هعرف اسيب الكمين يا ماما. طيب يا حبيبي خليك انت في شغلك، شوف مستقبلك، ربنا يوفقك. هتروحي له يا ماما يعني؟ هروح اشوفه ماله وفرصه اطمن عليه هو كمان، ما تقلقش انت. لا اله الا الله محمد رسول الله. الو. ايوه يا ماما، انت فين؟ انت اللي فين؟ انا عندي السمكري، الفانوس وقع وبعتنا واحد يجيبه. بقول لك ايه، خليكي عندك، هو خلاص هيركبه. وانا مالي بكل الكلام ده؟ انا قاعده بقالي اكتر من ساعتين. ما خلاص اتحلت بقى. ما احنا كده مش هنلحق نقعد مع بعض حتى. لا ما تقلقيش هنلحق. طيب خلاص، يلا باي باي. والله يا مصطفى انت بتستهبل. انا داخله المطبخ يا حاجه، هعمل شاي. قهوتك ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخ اهو. انصرفوا. ام جلال، يا ام جلال، يا ام جلال تعالي شوفي مين بيخبط. حاضر يا حاج. بخري بخ انصرفوا. بخ. افتح الباب يلا. مين جلجل؟ افتح يلا الباب يلا، العمومه هتموتني حرام عليكي. خش بلاش خلبه خالص. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عامله فيا وحياه القهر يا شيخه. هتوفيك يوم. هم يا عم، هم دول عايزين يتخانقوا معانا. ايه يا عم خير؟ ايه يا برنس انت بلطجي ليه كده؟ يا عم انا ولا بلطجي ولا نيله. يا عم انت يا ابني شايفني سارح بعربيه خضار، ما تتكلم كويس. يا عم مش انتوا جايين تتخانقوا معانا؟ انا لا مؤاخذه لو عايز اتخانق كنت من ساعه ما قبلت عليك مسكت فيك، بس احنا جايين نتكلم معاك. اتكلم اتفضل. مين بقى فيكم اللي مد ايده على العلم ايه يا عم خير، في حاجه؟ ايه يا معلم انت داخل حامي كده ليه؟ انا باخد وبدي في الكلام مع الشباب، يعني فيها حاجه دي؟ طب دول اخواتي، ولو عايز تتكلم مع حد فيهم اتكلم معايا انا. ماشي يا عم، يرضيك كده اللي عملوه اخواتك في اخواتنا كده؟ صاحبك ده ولا اخوك هو اللي مد ايده، ولو اخواتي انا اللي غلطانين انا هجيب لهم حقهم، اخلع انت منها. الله لا 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 لا، ليه الطريقه دي؟ ما انا بتكلم معاك حلو اهو. طب وانت حد عمل لك انت حاجه؟ لا مؤاخذه، ما حدش يعرف. ولو عايز تسال عني اسال عني اي حد في اليوبلس ولا حتى في عين شمس، هيقول لك ان مفيش حد يعرف يعمل معايا حاجه. لا والله. طب الناس دي احنا هنراضيها، مع السلامه انت. طب ما تتكلم كويس، انا بتكلم معاك كويس. هي دي طريقه كلام، اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه.
افتح ايدك يا ولد. بقول لك افتح ايدك. ايدك التانية، ايدك التانية بسرعة. يلا غور على فلتك امشي. تعالى خش لي. افتح ايدك يا حبيبي، افتح ايدك احسن لك، انا متغاظة منك. افتح ايدك يا واد، افتح ايدك، افتح ايدك. هتقول الكلب ده هنا. كده سيب لها 5 غرز. خافش يا ابني، حقنة بينكم مش هتحس بحاجة. شيماء الحقنة الصبح. حاضر. تخافش كده يا عم وخليك راجل. لا والله انا مش خايف. عادي يعني، انا ياما اتخانقت وخدت غرز، بتحصل. بس انت جدع عاله وراجل. راجل ايه يا عم بعد ما اتعلم عليا؟ ياض زمايلك اللي جريوا دول هم اللي اتعلم عليهم. مش عارف جري ليه العيال الهفقه دي. عامة نقول للواد ياسر ما يجيش المنطقة تاني، لأنه لو جه هناك عليا النعمة ما هروحه بيته إذا كان هو ولا قريبه. اما انت اذا اي حد ضايقك تاني انت عرفت مكاني، انا على طول قاعد قدام الورشه، تعالى لي. ماشي؟ ماشي. أنا ههبق بقى عشان سايب الورشة لوحدها، ولو أي حد سألك قول له وقعت وأنا بلعب كورة عشان السين والجيم. يلا سلام. قشطة. ايه ده ميكي ولا ايه؟ اهو. ايه في ايه؟ اوعى كده يا اخي، ماسكه كده ليه؟ حضرتك مين؟ انا مامته. الولد شقي جدا وما بيسمعش الكلام، مع ان في البيت ما بنسمعلوش صوت خالص. غريبة. في حاجة في البيت بتخوفه؟ لا خالص. وايه اللي هيخوفه من البيت يعني؟ طب اهدي يا مدام. مش ههدى غير لما افهم. مختار؟ اسمي ميكي. اسمك مختار. قول لي ماما كنت في الحوش بتعمل ايه؟ مفيش، كنا بندور على حاجة في الرمل. بتدور على حاجة في الرملة؟ يا مدام المدرسة بتاعته نزلت الحوش بعد ما الفسحة خلصت، لقيته بيلعب في الرمل هو وزمايله، ندهت عليه جري وجرى المدرسة كلها وراه. طب وايه المشكلة في كده؟ أنا مش فاهمة يعني. يا سلام، حضرتك مش شايفة أي مشكلة؟ أنا عندي هنا تعليمات محددة بتقول إن الطالب ما يسيبش الحصة وينزل الحوش عشان يلعب. كان بيدور على حاجة يمكن وقعت منه. بصراحة أنا مش شايفة إنه عمل جريمة يستاهل اللي أنتوا بتعملوه فيه ده. يا مدام أنا بقوم سلوكه. وأنا ابني مش محتاج تقويم لسلوكه، قولي لي غلطان وأنا بهدلهولك، لكن تجروا ورا شوية عيال في الحوش ليه؟ عملوا إيه؟ مساء الخير يا أستاذ. مساء النور. إيه ده؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ إحنا مش كنا ارتحنا منك؟ إزيك يا مدام؟ أهلا يا مس منى. أنت تعرفيه ولا إيه؟ وهل يخفى المعجزة؟ ده كان عندي في الفصل وهو في الثانوية العامة. والولد ده كان من المشاغبين بقى ولا إيه؟ ده يا نهار اسود، ده كان مصيبه من وهو عيل، بس بصراحه كان شاطر في الدراسه. واخوه السنه دي عندي في الفصل. مش انت اخوك مازن؟ هو. طب ممكن تستدعيه؟ هو ما جاش النهارده مش كده؟ لا جه. لا يا مدام، انا لسه خارجه من الفصل دلوقتي ومازن مش موجود فيه. فين دفتر الغياب؟ اهو. ايوه. مكتوب حضور اول حصتين وبعد كده غياب. يعني ايه؟ يعني نط من على السور يا مدام. ازاي؟ وميادة فين؟ ازاي ساب المدرسة وعارف ان اخته هنا؟ تحب اشوفها لك هي كمان في دفتر الغياب؟ لا ميادة مش معقول يعني هتزوخ. هي فصل كام؟ ميادة محمد نصر الدين، تالتة تاني. غياب. ولا هي بترد ولا هو بيرد. خلاص انا مت. يا رب. ماما في ايه؟ مفيش حاجة. ماما ما حصلش حاجة لكل ده. ما حصلش حاجة ازاي؟ ممكن تقول لي اخوك واختك فين؟ ما بيردوش على التليفون ليه؟ طب اهدي بس يا حبيبتي وانا هعرف لك هما فين. استغفر الله العظيم يا رب. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع على البيت؟ امال هنبات في الشارع؟ مصطفى انجز، انا وماما دلوقتي حالا راجعين على البيت. ها اتصرف، انا مش عارف اعطلها اكتر من كده. خلاص؟ نهار اسود. يا استعجلنا مش هنخلص النهارده ولا ايه؟ اعمل لك ايه يعني يا باشمهندس؟ العربيه بتاعتك فيها شغل كتير. ايوه يا مصطفى. ايوه ماما انت فين؟ انا في المدرسه عند اخواتك. انت تعبانه ولا ايه؟ صوتك مش عاجبني. لا يا حبيبي انا كويس. لا يا ماما انت تعبانه، خليكي عندك الحاجه اخدك. لا خليك في شغلك. يا ماما طز في الشغل، خليكي عندك اسمعي الكلام. لا يا حبيبي اخوك معايا، خليك انت في شغلك. براحتك يا ماما، سلام. بص يا اسطى خليها كده، انا بكره حاجه اكملها. ها حط النمر. والله انت حر بقى. اوه رد يا قمر بقى. بخ انصرفوا لازم نبخر كل حته في البيت يا حاجه. ليه؟ ما عشان يتخنقوا من الدخان والبخور يموتوا. يا ساتر يا رب يا حبيبتي بخري مره وثلاثه واربعه.
ايه يا مندو انت فين؟ انا هكون فين يعني؟ انا في الزفت الحمام ده، ولا في مواسير انزل من عليها ولا اي زفت؟ مش كنت تسكنوا في الدور الارضي احسن؟ انا خايفه ماما او اخواتي يجوا. يا نهار اسود. طب ما تشوف لنا الولايه اللي عندكم ديت مشيت ولا لسه؟ مش عارفه، ماما عماله تتصل بيا خايفه يكون حد من المدرسه كلمها قال لها انا ما جيتش النهارده. يا ديني على الوعكه. طب ايه، انا برضو خايف يكون ابويا عدى عليا في الشغل وما لقانيش. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه. مندو هو انت بتحبني بجد؟ بموت فيك يا حبيبتي. بقول لك ايه، شوفي الاخبار بره ايه، وشوفي البت الصاروخ ديت مشيت ولا لسه. ما تحترم نفسك. بص اول ما ارنلك تعرف ان الطريق فاضي، تخرج على بره على طول. ماشي؟ اوكي يلا باي 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 باي. يا جلال يا جلال يا جلال. ايوه مدام. ايه اللي فتح العربيه كده؟ ومين اللي شال الغطا؟ ما اعرفش والله يا ست هانم، بس الاستاذ مصطفى والاستاذ ماجد خرجوا بالعربيه الصبح، والاستاذ مصطفى شكله لسه راجع بالعربيه عشان انا كنت هنا من ربع ساعه والعربيه ما كانتش لسه جت. ازاي؟ هي مش بايظه؟ لا يا ست هانم، ده الاستاذ مصطفى كل يوم الصبح بيخرج بيها. مصطفى؟ انتوا مش قلتوا لي العربيه بايظه؟ ما اعرفش. كفايه كدب بقى. اسكتي، مش جوزها طلقها. وقال ايه جاياني يا اختي عشان اعمل لها عمل عشان ما يروحش لمراته الجديده ولا يقرب منها. يا خرابي، هو في ناس لسه بتفكر في الحاجات دي؟ وبتقول لي اعمل لها عمل، قلت لها ماليش في أهلاً يا الافلام أم دي جلال. خالص. اهلا 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 ست مريم. اهلا يا اخويا. سلام عليكم. ايه يا حبيبي؟ عامله ايه؟ انت هتقعد تتفرج على التلفزيون؟ ما تقوم شوف البهوات راحوا فين. حاضر يا ماما، حاضر يا ام، حاضر. انا مش قلت 100 مليون الف مره ما تجيبيش الست دي هنا وتقعدوا تنموا في خلق الله؟ هو في ايه يا مريم؟ زي ما بتقعد معاكي وبتجيب سيره الجيران اللي حوالينا، بتقعد مع غيرك وبتجيب سيرتنا. والله يا بنتي ما فتحت بقي بكلمه. وطبعا قلت لها على كل حاجه بتحصل في البيت. انا مش عايزه سيرتي تيجي على كل لسان، انا مش ناقصه قرف. قرف؟ الله يسامحك يا بنتي. يا ماما انا تعبانه ومش حمل منهده. انا داخله اوضتي دلوقتي استريح، بس ارجوكي عشان خاطري الست دي ما تجيش هنا تاني، احسن كده هخرج عن شعوري. حاضر. انا متاسفه يا بنتي. انا 60 مره هقول لك وديني عند اخوكي، انت اللي مش راضيه. ما دام انا خلاص بقيت عبء وحمل عليكي. بلاش حركات دي يا ماما. حركات؟ كتر خيرك يا بنتي، كتر خيرك. انا اسفه يا ماما، ما تزعليش. لا ما تزعليش انت يا حبيبتي، خلي بالك من جوزك ومن عيالك. كلمت اخواتك؟ لسه. ما اتكلمتش ليه؟ غور. الناس دي معانا النهارده فيها ايه؟ ولا ايام بالدنيا. ردي ردي. يا رب جيب العواقب سليمه يا ايه البيض ده؟ شو مالك اليومين دول؟
ايه يا برنجي؟ مش تاخر امك شويه؟ بقول لك ما تعصبش عليا. خلاص ما تزعليش، رجعت يا عروسه. فقستك يا ابن الكلب وطالع لك. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ قول لي. طب يلا روح العب بعيد. عملت ايه بقى لما شفت العربيه؟ هترفعك يا معلم، تعالى. في ايه؟ انتوا اللي فيه ايه؟ انت عايز ايه؟ الواد العيل الصغير اللي واقف في البلكونه ده فاكر نفسه فرخه، قعد يبيد عليا وعلى العربيه لما غرقني وغرق العربيه. ميكي؟ انا مالي بقى ميكي ولا بطوط ولا ان شاء الله كرومبو؟ ده عيل ابن كلب ما ترباش. تحترم نفسك يا بني ادم انت وتتكلم كويس. يا باش مهندس، ما هو برضه مش معقول عيل صغير يقف في البلكونه يحدد بيض على الناس اللي رايحه واللي جايه. يبقى تتكلم بادم وانا اجيب لك حقك. جيب 20 جنيه من الشنطه. حاضر. مش القصد يا ست هانم، يعني اصل النهارده الواد رمى البيض، ممكن بعد كده يرمي الفراخ. معلش. بعدين انا اصلا الدكتور مانعني من البيض، عندي كوليسترول. ده انا حتى كنت النهارده ناوي اغير برابريز النضاره، يعني اوديه بيضه. خد يا ماما. معلش يا استاذ، احنا متاسفين. مش المهم ده يا ست هانم يعني، بس برضه يعني الواد عايز تربيه، لازم تشدوا عليه شويه. معلش ما تزعلش، لما يجي ابوه هيأدبه. معلش. انا مالي بقى تأدبوه ولا ترموه؟ انتوا ايه؟ عايزين تجننوني؟ عايزين تعملوا فيا ايه؟ هات الواد ده. تعال تعال. انت رحت فين يا ابن اللذين يا ابني؟ تعالى هنا. عملت كده ليه؟ ما تعيطش. قلت لك مليون ألف مرة ما تعيطش، ودنك دي هقطمها. بترمي البيض على الناس من البلكونة ليه؟ هات البيضة دي. يا راسي. روح يا طب معايا بسرعة. في يا ماما؟ يا راسي. كويسة؟ كلمت اخواتك؟ يا ماما كلمتهم ما بيردوش. وساكت ليه؟ اموريني، هعمل ايه؟ اجيب بقول محدش شاف مازن وميادة؟ اعمل ايه يعني؟ يا برودك يا اخي. يوه. ممكن لو سمحتي تهدي وتهدي اعصابك شويه؟ انت شرفت يا بيه، وانا اللي بقول ابني الكبير عاقل ظابط محترم. بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك وانت ظابط وعايل كده في تصرفاتك؟ طب ما العصبيه مش هتحل حاجه. حد يفتح الشباك ده هتخنق من ريحه البخور اللي ماليه الشقه دي. ماما ما حصلش حاجه يعني، هو ماجد لسه حكيم، وبعدين احنا نقدر نتصرف. مين دي؟ انت هنا بتعملي ايه؟ انت كنت هنا بتعملي ايه؟ امسكها لحد ما اكلم البوليس. بوليس ايه يا طنط؟ انا صاحبة مصطفى. مامي هو انا ممكن اجيب سند صاحبتي البيت؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده وكنت فين؟ مفيش يا ماما، وقعت في المدرسة. ما تكذبش. كنت فين؟ انت ما رحتش المدرسة. والله رحت بس اتعورت وودوني على المستشفى. وايه اللي عمل في هدومك كده؟ بتتخانق؟ بلطجي؟ عامل لي بلطجي؟ ماما تليفون. هات. يا فندم. مساء الخير يا فندم. عمرو مندور من لجنة تحكيم جائزة الأسرة المثالية. مدام مريم، هو حضرتك هو في حاجة من اللي أنا قلته مش مظبوطة؟ لا أنا متأسفة قوي، مش قصدي. ولا يهمك يا فندم. بكرة لجنة التحكيم هتتخذ قرارها وهتسلم الجائزة، ولازم طبعا تبقوا حاضرين. الحقيقة أنا مش عارفة ظروفي ومش عارفة ظروف والد الولاد، فهشوف كده وأكلم حضرتك. أوكي، هستنى تليفون من حضرتك لما تفضي. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. ماما
انا هشرح لك كل حاجه، لو سمحتي اسمعيني. ماما احنا كل حاجه مش هيبقى في اي مشكله. بس مش عايزه اسمع صوت كلب فيكم، كل واحد يخش على اوضته، ولما تلاقوا اختكم تخش على اوضتها، مش عايزه اشوف خلقتها. ماما 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 اهدي، طب اخرجي نتكلم. ممكن تسيبوني في حالي؟ ماما افتحي بقى. ماما سيبوني في حالي. ماما خش قدامي، خش. كنت فين؟ اخواتك في الاخر ولاد، مهما عملوا عادي. يا ماما شعري بقى. لكن انت تزوغي من المدرسه ليه؟ يعني ايه كنت مزوغه؟ مش فاهمك. وسع كده. كنت ايه فين؟ وانت مالك؟ انا ما عملتش حاجه، كنت مع اصحابي. ولما كنت مع اصحابك ما ترديش على ام التليفون ده ليه؟ ما سمعتوش. ايه؟ انتوا هتتخانقوا قدامي؟ ما تخلوا كل واحد فيكم في خيبته. اقول لابوكوا ايه؟ اقول له ايه لما يسالني؟ اقول له ابنك الكبير كان بياخد العربيه من ورانا وكان جايب واحده في الشقه ما اعرفش جايبها منين، والتاني في تانيه كليه مش في رابعه زي ما كان بيقول، وكان بياخد المصاريف بيصرفها فين ما اعرفش، والتالته كانت مزوغه، والرابع اتخانق مع العيال وفتحوا له دماغه. اما الخامس بقى رحت المدرسه لقيته متذنب وبيرمي البيض من البلكونه على الناس. اقول له ايه ولا ايه ولا ايه؟ ماما انت ناويه تقولي له بجد؟ لا يا حبيبي، هقول له انك في سنه رابعه، ولما تيجي سنه التخرج اقول له ايه؟ عادي هبقول له ان انا سقطت. ما هو انت لو بتخش وتسقط اقول له خاف يقول، لكن انت ما بتخشش اساسا. طب ما تقولوش واحنا نحلها. وهتحلها ازاي يا روح امك؟ طب انت واخواتك مصايبكوا تتدارى، لكن ده نداري مصيبته ازاي؟ لا، وانا اللي واخداني الجلاله الصبح وقاعده مع الواد اللي بحقق معاه واقول له ده انا ابني بس لو فكر يكذب عليا اشم ريحه الكذب من بعيد، وانت عمال تستغفلنا طول المده دي. ما خلاص بقى يا ماما، اللي حصل حصل، ما متناش يعني. انت بتحاول تقنعني بايه؟ ايه يا ولاد؟ مالكم ملمومين كده ليه؟ ايه ده؟ ايه اللي بضحك كده؟ مفيش يا بابا، كنت بلعب كوره وقاعد في المدرسه. ادي اللي بيجي لنا من الكوره وسنين الكوره. جامده التعبيره دي؟ لا يا بابا بسيطه. عموما حضر لنا الغدا بسرعه عشان في ناس جايين. ناس مين؟ جماعه بتوع التلفزيون، مش عارف قناه ايه، كلموني ولا عايزين يجوا يصوروا معانا هنا في البيت. انا مش قادره اقابل حد. ليه مالك؟ مصدعه شويه من الشغل. معلش يا حبيبتي، خدي لك اسبرين هتبقى كويسه. وبعدين مش انت اللي كنت متحمسه لموضوع المسابقه دي؟ طيب هروح احضر لكم الغدا. وانا كمان اخد شاور على ما تخلصي الغدا. لا. ايه يا بنتي مالك؟ لا مفيش، اصل انا هدومي في الحمام وميه سخنه ولازم اخد شاور دلوقتي. بابا انا عايز 50 جنيه عشان انزل بعد اذنك. لا مفيش فلوس دلوقتي قبل ما يجي بتوع التلفزيون. لا بابا فكوني من الحوار ده، مش هينفع. ايه فكوني دي؟ هم جايين عشان يتقابلوا معاكم انتوا. لا بابا انا اسف، مش هقدر اطلع في برنامج اتكلم عن الاسره المثاليه وشغل الفراخ والبيض ده. فراخ وبيض؟ بابا انا الكلام ده فاكس بالنسبه لي بجد. ما جاتش من نص ساعه ها؟ اوعى. ايه ده؟ ايه؟ قلت لهم داخله اخد شاور عشان محدش يدخل عليك. طب ما تاخدي. نعم. اقصد يعني عشان ثقتهم فيكي ما تتهزش. وبعدين انا هتنيل اخرج ازاي من الخرابه اللي انا اتحمست فيها دي؟ انا مش عارفه. بص احنا شويه وهنتغدى. اول ما ارن لك على موبايلك، اول ما ارن على طول تيجي جري على اوضتي. انا كده حلال بقى، اشوف اعمل فيك ايه. ربنا يستر. مندوز، هو انت بتحبني بجد؟ وحياة البتاعة دي، وحياة البتاعة دي بموت فيكي. ايه دي؟ دي ولاعة من أنثى رنت. رنت؟ رنت. يلا يا ماما الاكل هيبرد. انا مش جعانه دلوقتي يا حبيبتي، كلوا انتوا بالهنا والشفا. يو يا ماما، مش هقعد اسخن الاكل كل شويه. ايه ده؟ انا مش قلت 100 مره القطه دي لازم تمشي من هنا؟ يا بابا انت وعدتني انك هتسيبها. لا، انا قلت جيب قطه نظيفه، مش قطه من الشارع ما احناش عارفين فيها ايه ولا اصلها ايه. في ايه يا محمد؟ ما هي بقالها مده معانا. ماشي، بس شعرها اللي بيقع ده ايه؟ ده جرب، ممكن يتنقل لاي حد فينا بمرض جلدي واحنا مش ناقصين. ما الدكتور قال ان ما فيهاش حاجه، ولا منك قررت انها تمشي يبقى لازم تمشي، واللي في البيت دول كلاب ما لهمش لازمه. ايه يا مريم؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ ليه عايزه تكرهي العيال فيا؟ حق عليا انا اللي خايف عليكم. انتوا ايه؟
ما بتفهموش؟ وانت يا سي مصطفى اللي بقول عليك الكبير بتاعي، انا مش قلت القطه دي ما تقعدش في البيت؟ هي كلمه واحده، القطه دي مش هتقعد في البيت، يعني مش هتقعد في البيت. بابا وماما موجودين يا حبيبي؟ بابا ماما. اتفضلوا اتفضلوا. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. احنا اسفين الظاهر ان احنا جينا في وقت غير مناسب. لا تحت امر حضرتك، بس انا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. انا مذيعه، اكيد شفتني في التلفزيون. اكيد طبعا. اعرفك استاذ سيد مخرج البرنامج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايزين نعرف بس المكان اللي هنصور فيه بعد اذنك. ممكن الصالون ينفع؟ طبعا ممكن. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا استاذ احمد. بعد اذنك ظبط لي راسك بسرعه عشان. اوكي يا ريس، يلا يا جماعه. اوكي يلا يا استاذ، يلا بسرعه. لو سمحت الحمام فين؟ اتفضل اتفضل. اتفضل حضرتك. فين من بدري؟ انا اسف، انا كنت فاكر ان الحمام فاضي. فاضي؟ تعالى 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 تعالى. لا هو فاضي. اتفضل اتفضل. انت يا ابني، انت يا استاذ. ايوه انت تعالى. ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ متوتر ليه؟ انت اسمك ايه؟ مندو. ما ايه؟ متولي. اسمك متولي. خد يا متولي، هات حاجه ساعه عليك ولزمايلك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طب وانت عرفتي منين يعني؟ مس ميرفت لما دخلت علينا الكلاس النهارده قالت لنا ان مامتك في المدرسه، واكتشفوا يا ستي ان انت مزوغه. قعدوا يسالوا كل واحد فينا اذا كنا احنا عارفين انت رحتي فين ولا لا. ده انا اتسيحت تمام يعني. انا اساسا استغربت يا بنتي، انت كنت فين؟ مفيش، كنت انا ومندو، وبعدين قررنا بالليل ان احنا هنزوغ يعني. مندو مين؟ مندو صاحبي يا بنتي. انت يا بنتي مش كنت بتقولي لي ان صاحبك اسمه عمرو؟ عمرو ايه ده؟ مين اللي قال لك كده؟ مياده ارحميني، انت بعضمه لسانك قايله لي ان صاحبك اسمه عمرو، حتى بالاماره كان هو واخوه معجبين بيكي. لا يا بنتي، ده حوار وفكس. بعدين انا قلت لو صاحبت هوقع بينه وبين اخوه. لا والله. لا فكك بقى، بعدين اياميها كان مندو بيحاول يظبطني. يا بنتي ده عمل عمال عشان اصاحبه. مياده ارحميني، اقسم برب العزه انت قايله لي الكلام ده على عمرو. لا ده حوار عمرو ده كان قبل حوار مندو بكتير. مياده ما تحوريش عليا. وانا احور عليكي ليه يعني؟ طب احنا خارجين النهارده، يا ريت تجيبي مندو وتخرجوا معانا. طيب قشطه ماشي، هشوف واقول لك. ولو اني متاكده انك مش هتيجي بس هستناكي. طب ولو جيت؟ يا ريت، انا مش هتضايق. طيب بصي، ممكن شويه كده واكلمك؟ ايه يا حبيبي، بقول لك ايه، صحابي كلهم خارجين النهارده وكان نفسي اقعد معاك. بقول لك ايه، ينفع تفكك مني؟ يعني ايه؟ يعني تفكك مني، والرقم ده ما تتصليش بيه تاني. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي اساسا؟ انت فاكرني ايه يا حيوان انت؟ ما تستهبليش وتعيشي فيها وتعملي لي فيها دور البت المحترمه. محترمه؟ اخرس يا حيوان يا واطي. حيوان مين يا بنت؟ مازن البس حاجه عدله وغطي راسك، دي مش ناقصين فضايح. ماما بقول لك ايه، فكك مني انا قلت ايه يا ماما؟ يلا. انت مش فاهم حاجه يا سيدي. يلا سيبي اللي في ايدك وتعالي. ماما والنبي سيبيني انا دلوقتي. بقول لك ايه، ما تعصبينيش وتخرجيني عن شعوري. في ايه يا ماما؟ ده كله عشان بقول لك مش عايزه اتزفت. انا قلت يلا. طيب الو. سوري، ممكن بتتكلم معايا؟ كنت بقولك يعني ان الموضوع مش مستاهل. مش مستاهل ازاي؟ احنا قعدنا مع بعض اكتر من سنه، انا عملت له حاجات كتير قوي بس هو ما قدرش. ما هو بصراحه ما فيش واحده عاقله تحب واحد اسمه مندو. اشمعنى يعني؟ مش اسم يعني، وبعدين بكره تحبي واحد تاني وهتنسيه خالص. لا ما افتكرش. ليه بتقولي كده؟ مش عايزه احب تاني خلاص. بطلي الكلام الاهبل اللي بتقوليه ده. انا شكلي داخله على حاله اكتئاب.
لو بجد انا غالي عليكي ما تضايقيش نفسك. هو انت ينفع تخرج؟ اه طبعا. عايزه تخرجي؟ بس ما عنديش حد يخرج معايا. يا سلام، بس كده؟ طيب مش انا اديتك رقمي، اديني بقى رقمك. خلاص هرنلك دلوقتي. انا قلت ايه؟ حاضر يا ماما، حاضر حاضر. نور الكيلو، نور هنا، نور ده، نور. اوكي جاهز؟ تمام يا ريس. تمام يلا. اوكي اتفضل. صلاح حافظ المكان. اوكي يا استاذ. جاهز؟ اوكي تمام. احنا طبعا النظره هتبقى هنا الاستاذ، ها؟ اوكي تمام حبيبي، بعد اذنك النظره هتبقى هنا. اوكي حبيبي. خلاص اوكي، بعد اذنكم هنبتدي. اوكي جاهزين؟ طب يلا. اوكي جاهزين يا اساتذه؟ جاهز يا احمد؟ اتفضل يا استاذ. دور يلا. جاهزه يا استاذه؟ شعري مظبوط كده؟ تمام. اوكي نهدى بقى يا اساتذه، اللي مش بيعمل حاجه يسكت. نداء يا استاذ. يلا 4 3 2 1. احساسك ايه كأب لو فزت بجائزة الأسرة المثالية؟ شوفي سيادتك، اي اب يتمنى يشوف ولاده احسن ولاد في الدنيا. بالنسبه لي اللي يهمني اكتر من الجايزه ان اشوفهم ناجحين في حياتهم والواحد يبقى فرحان بيهم. لا ستوب. ايه التليفون ده؟ دي مياده، تليفونها بيرن 24 ساعه في ال 24 ساعه. اوكي يلا هنعيد تاني. انا هسأله نفس السؤال تاني؟ لا انا هاخد زاويتك بعدين. هاخد من اول طبعا، انا اللي يهمني اكتر من الجايزه. اوكي يلا نثبت بره. احمد يلا. اتفضل يا استاذ. اوكي 5 4 3 2 1. زي ما قلت لحضرتك، انا اللي يهمني اكتر من الجايزه ان اشوفهم ناجحين في حياتهم وابقى فخور بيهم. سيادة اللواء، امتى خفت على ولادك؟ لا قولي امتى ما خفتش عليهم. لا أنا قصدي امتى خفت عليهم وحسيت إنهم في خطر؟ لا الحمد لله، انا مش بقولها كده يعني. هم صحيح عملوا بلاوي وتعبونا وقرفونا، لكن ما وصلناش لمرحله الخطر. طب كل أب وأم لا سيادتك، انا لسه ما خلصتش كلامي. كل اب وكل ام لازم يبقوا قلقانين على اولادهم، ده شيء طبيعي. لكن للاسف الاولاد بيعتبروا القلق ده نوع من التدخل في حياتهم الشخصيه، لكن هي دي سنه الحياه. هنفضل قلقانين عليهم على طول لحد ما يكبروا ويتجوزوا كمان. سيادة اللواء، أنا كنت عايزة أسألك سؤال بصراحة. علاقتك بأولادك تقدر تعتبرها ناجحة بنسبة كام في المية؟ يعني لو عملوا حاجة غلط هيخبوا عليك ولا هيجوا يقولوا لك بصراحة؟ لا انا معودهم على الصراحه. اي حد فيهم يعمل مشكله او مصيبه لازم يقول لي على طول. اللي حصل حصل، نفكر بقى ازاي نحل المشكله. مدام مريم ساكتة ليه؟ لا ابدا. هل في مرة تمنيتي ان يرجع بيكي الزمن وما تخلفيش؟ بصراحه كتير. مع السلامه. تعبناكم وازعجناكم. بالعكس انستونا ونورتونا. مع السلامه. رايحه فين؟ ايه يا ماما، رايح الحصه بتاعت مستر وجيه. مش ميعاده يوم الثلاث؟ لا ما هو ما جاش الحصه اللي فاتت واعتذر وخلاها النهارده، وبعدين ما انا قلت لك. وهتخلصي امتى؟ مفيش، حوالي الساعه 9 يعني. 9:30 بالدقيقه تبقي هنا. حاضر. وانتوا رايحين فين؟ مصطفى محتاجني معاه في حوار مهم جدا. عايزه في ايه ان شاء الله؟ حوار مهم جدا يا ماما. حوار ايه يعني بالظبط؟ حوار بخصوص الشغل يا ماما. انت بتضحك عليا يا ولد؟ يا ماما في واحد صاحبي مزنوق جدا ومحتاج مصطفى جدا، لان نص ساعه وهيبقى عندك على طول يا ماما. نص ساعه؟ لا مريم قال لك نص ساعه كفايه. محمد من فضلك، انا قلت لا. خلاص انا شخصيا ما عنديش مانع، حلو الاشكال مع ماما. يا ماما خليك جدع بقى وبلاش الحركات دي. روح انت لشغلك يا مصطفى. طيب ماجد اجلها بقى، قول لصاحبك ده يعدي عليا بكره. هي بقت كده؟ ماشي يا مرموط. والله لو ماشي. خد يا امك كانت عايزه ايه؟ عايزة اجيب عيش. كنت عايز تنزل؟ لا قشطة عادي. طب ما تخليك جدع وقول لها ماجد ينزل وبتاع. خلاص قشطة ماشي يا عم. فل عليك. مش راضية يا ماجد. يعني ايه مش راضيه؟ قول لها اي حاجه، قول لها ماما تعبانه. مازن انا قلت لك انزل هات عيش. ماما بجد انا تعبان ودايخ ومش هقدر انزل. خلاص هنزل انا. في يا ماما هنزل اتمشى شويه واجي. هتقعد قد ايه؟ مفيش خطف، بس غير جو النبي.
ما كفاكش تغيير جو؟ ده انت بقالك سنتين بتغير جو. خلاص بقى يا وزه بقى. ما تتأخرش. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ امال فين مندو؟ اقعدي ساكته بقى عشان هكلمه دلوقتي هربيه. لا يا شيخه زعلتيني ليه بس كده؟ بس بقى ده بيستهبل. مازن مازن، يا ماما في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ مفيش يا ماما، بفك انا على نفسي شويه قبل المذاكره. تعالى هنا يا استاذ مازن. بس بقى، مش كل حاجه الناس والجيران تسمعنا. بابا كلم الدكتور بيقول انك ما وديتش القطه. يا ديني على الكذب. ولد، ايه اللي انت بتقوله ده؟ بابا ارفع السماعه. الو، ايوه حاجه، انا كنت جبت القطه بتاعتي من يومين وبابا لسه سائلكم، قلت له محدش جه. ايوه، باسم مازن محمد نصر الدين. نعم، محدش اتصل اصلا. طيب، يعني جوزك ولا سأل ولا اتصل، بس بيكدبني انا وخلاص؟ دي حاجه وسخه يعني. ولد، لم نفسك. ولد، انت صوتك عالي كده ليه؟ اتفضل البس عشان ناخد القطه نوديها للدكتور يكشف عليه، هو مستنيني. انت سمعت يا بابا ان انا رحت للدكتور صح؟ بطل لماضه واتفضل البس على ما اغير هدومي. حاضر. ممكن اعرف انت دلوقتي قاعد بتعمل ايه؟ مفيش، قاعد عادي يعني. يعني ايه قاعد عادي؟ قاعد عادي، فيها ايه؟ ايه المشكله يا ميادة؟ هتصدقني لو قلت لك ان انت وحشتني قوي 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 قوي؟ اوه لا، واضح ان انت بتهزقيه فعلا. قوي قوي قوي. هي يا بيبي، وانت بتعمل ايه دلوقتي؟ مفيش، انت كنت قلتي لي ان احنا هنخرج سوا ففضلت قاعد مستني تليفوني. حرام. معلش يا بيبي، ممكن ما تزعلش مني بجد؟ قشطه. انا ما كنتش اعرف ان انت هتستناني. خلاص تمام، بس انا عايز اشوفك. ايه، انا لحقت اوحشك؟ انت وحشتيني قوي 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 قوي. انت فين دلوقتي؟ بيقولك انت فين دلوقتي؟ في سيلاندرو. مفيش، قاعده مع اصحابي في سيلاندرو. طب ايه رايك، تحب اجيلك؟ قشطه، تعالى. طيب انا نصايه كده وهتلاقيني عندك. باي. خلاص اوكي، يلا باي باي باي. جاي جاي جاي؟ ده بجد؟ هاي. ازيك يا ميادة، عامله ايه؟ ازيك يا ميادة، عامله ايه؟ الله يخرب بيوتكم، بلاش كده. صاحبي لو شافكم هيقفش وانا مش ناقصه. انت مش بتقولي ان صاحبك اسمه مندو؟ اه. امال مين احمد اللي كنت بتكلميه ده؟ لا، ما هو انا كنت بكلمه على موبايل انتيمو. اوكي. وبعدين بتقلبي في حاجتي ليه؟ يا سلام، وايه المشكله يعني؟ خدي يا حبيبتي موبايلي وقلبي فيه. ولا تقلبي عندي ولا اقلب عندك؟ بجد كده كفايه وسع. رايحه فين طيب؟ رايحه الحمام. هي قفشت كده ليه؟ في ايه؟ مش عارف، بس دي فعلا اوفر، دي هايفه قوي. انا مش قلت الكلام ده قبل كده؟ انت ما بتسمعش الكلام يا بابا. اشرب اشرب يا حبيبي. بس هي بتحبك وانت عارف كده كويس. ماشي، بس ما تقفش على كل حاجه كده، ده كده قرف. القرف ده انت اللي جايبه لنفسك، وبعدين ما حدش قالك تفضل معاها يعني. فكك منها بقى يا اخوانا. انتوا ليه متنشنين كده وعاملينها مشكله كبيره؟ هي كده عقلها صغير من زمان. بص، خدها على قد عقلها وكبر دماغها. بصي بقى، ما تزعليش مني، انا كنت بهزر معاها عادي، لقيتها راحت قافشه وعملت فيها بابي ومامي وهي اساسا من فيصل. لا، هي عايشه في الحوار ده من زمان على نفسها. بص، نفض لها وهي هتتظبط. بس والله انتوا عالم زباله، وانت بالذات مش عايزه اعرفك تاني. انت بجد مش قادر تتخيل ان انت بالوساخه دي. وساخه ايه يا بنت؟ وداينا اسكلني، مالها دي؟ في حد كلمها؟ ميادة الوسخة اتصلت بيها وكانت فاتحة السبيكر وسمعتها كل اللي بتقولوا عليها. يا بنت يا بنتي انا سمعت كل حاجه من تاني. انت ازاي يا بنتي بالوساخه دي؟ ما تلمي نفسك يا شريف، انا ما كانش قصدي. انا لما لقيتها ما بتردش على الموبايل سبته، ما كنتش اعرف انها سامعانا. انت ايه ما بتزهقيش؟ مره تقولي انا صاحبت فلان ومره سبت علان. يا حبيبتي انت عبيطه، مش فاهمه ان الحوارات دي ما بتدخلش علينا اصلا. يا مي بس ده مش موضوعنا اساسا. انا بقول لك قدامها اهو، انت لو عرفتي بني ادم دي تاني انا مش عايز اعرفك. والله ايا كان اللي عملته انت حسابك معايا بعدين. انت مش ملاحظه ان انت كل كام يوم تعملي بينا مشكله بسبب حواراتك الوسخه دي؟ حرام عليكم بقى. طب هم يقولوا اللي يقولوه، لكن انتوا صحابي مش المفروض تصدقوا عليا الكلام ده يعني. انت هتصيعوا علينا. ايا كان يا رودينا، الترابيزه اللي هتقعد عليها البني ادمه دي انا مش هقعد عليها. مدغور في 60 داهيه، انا كنت بجري وراك. نسيتي ولا فكرك لما كنت بتتصلي بيا وتقعدي تقولي انا معجبه بيك قوي؟ ما حصلش.
طب والله العظيم ما حصل. يا نهار اسود، دي كدابه قوي. انت مش كنت زمان بتقولي لي ان محمد معجب بيكي؟ ودي حقيقه، وهو كمان كان بيكلمني كتير. يا جماعه انا تعبت من البني ادمه دي. خلاص يا جدعان سيبوها في حالها بقى. انا اساسا ما بحبش اعرف اشكالكم. والله لا نسيبك هنا تتحرقي لوحدك. يلا يا ده روحي. هو انا بشحت منكم؟ انا مستنيه يا صاحبي. انت فين؟ مفيش، انا مع ماما ومش عارفه كنت منها. ايه مالك في ايه؟ انت مش قلت نص ساعه وجاي؟ ايوه بس حصلت ظروف غصب عني. ايه المشكله يا ميادة؟ شكلك مش كده مجيد. يا حبيبتي دوري كويس، ممكن تبقى قدامك وما انتش شايفاه. مش لاقياها. طب دوري كويس بس، الشهادات اللي كنت خدتيها مع تطعيم القطه. وانت ما خدتهاش معاك ليه وانت نازل؟ ما خدتش بالي، انت بتزعقي ليه؟ علشان كل حاجه اعملي كل حاجه على دماغي. طب وبتعلي صوتك ليه؟ هو في حد عمل لك حاجه؟ مش انت اللي غلطانه؟ علشان بعد ده كله ابقى ست مهمله وبنت 60 كلب. انت بتتكلمي كده ليه يا مريم؟ امال عايزني اكلمك ازاي؟ اضرب لك تعظيم سلام في التليفون؟ دي بقت عيشه تقرف. كل ده عشان بقول لك شوفي لي الشهاده. امال لما لوحدك برشاها هتعملي ايه؟ خلاص يا محمد، انا بنتي 60 كلب. 60 كلب؟ طب اقفلي بقى التليفون. مريم. ايوه يا ماما. مالك يا حبيبتي؟ ها؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ ليه يا حبيبتي حصل ايه؟ مفيش يا ماما، انا تعبانه ومش عارفه الاقيها منين ولا منين. انا اسفه والله يا ماما على اللي عملته معاكي النهارده الصبح. انا فعلا ما كانش قصدي. انا مش زعلانه منك، بس انت عندك حق. العمر فات منه كتير، ما بقاش غير القليل. بس مش بايدي، مش بايدي يا ضنايا، وانت عارفه انا ما كنتش عارفه ان انا هبقى حمل تقيل عليكي كده. ما تقوليش كده يا ماما، ما تقوليش كده يا حبيبتي. ما تعيطيش يا مريم، ما تعيطيش. لا يا ضنايا، تعالي يا ضنايا، تعالي في حضن امك يا حبيبتي، تعالي بس يا حبيبتي، بس يا ضنايا، بس يا روحي، بس. حاضر يا باشا، اللي تشوفه معاليك. الله يبارك لك. يا رشدي. تمام يا شريف بيه. ايه الدوشه اللي بره دي؟ العيال اللي في الحجز بيتخانقوا يا فندم. مصطفى روح سكت لي على الواد النكسه دول. حاضر يا باشا. هات لي 6 عساكر وقول لامين صلاح يجيب ميكروباص عشان الحمله. تمام يا فندم. انت ما سمعتنيش ولا ايه يا مصطفى؟ سمعتك يا باشا. امال ايه يا حضره الملازم؟ انت خايف ولا ايه؟ خلص سيجاره بس يا باشا. ما تخش بيها وانت داخل جامع. اتحرك. تحت امرك يا باشا. هات المحضر اللي معاك ده وحصلني حسن.
سامع صوت حمير متهق من بره ليه؟ ليه كده يا باشا؟ بس تعرف ليه؟ اقفل يا ابني الباب، ما تفتحش الا لما اقول لك. حاضر يا فندم. دي بقى عايز تعرف ليه؟ حماده ايوه. غير حاجه النبي عم سيد. حاجه الوصال استاذ معجزه. شكلي كده داخل على تعسيفه وسخه. ليه يا معلم؟ امي جت الجامعه النهارده وعرفت كل حاجه. يا نهار اسود، انت غبي ياض. انت مش كنت معايا النهارده الصبح؟ اه صحيح. المهم انا دلوقتي هموت واعرف مين اللي راح قال لها. ايه ده، هو في حد راح قال لها؟ اكيد ما عرفتش من نفسها يعني. يا سلام، اكيد حد بيحبك فسخ. مين بقى؟ يكونش الواد احمد ده اللي انت اتخانقت معاه قبل كده؟ ده يعرف امي منين يا ابن نبيها انت كمان؟ استنى كده، الواد علي بطه. مين ده؟ بطه خريم يا عم. هو ده. الحركات دي ما تطلعش غير من الواد السيس ده، صح؟ هو ده يا معلم. حد يعرف هو ساكن فين؟ ممكن اسالك البت مي صاحبة اختك؟ طب كلمها دلوقتي. حساب يا عم سايق. صدقت بقى يا بابا ان ما فيهاش حاجه؟ طمنت ان ما فيهاش مرض، طمنت عليكم. طب الحمد لله. يا ابني يا حبيبي انتوا مش مصدقين ليه ان بابا بيخاف عليكم؟ نفترض ان فيها اي مرض خطير من اللي كنا بنسمع عنه اليومين دول، كان يبقى العمل ايه؟ يا بابا انت بتكبر الموضوع، لو ما فيهاش حاجه خلاص بيبقى هي. انت مالك بتتكلم زي ماما كده ليه؟ يا بابا الوقايه خير من العلاج، مش الكلام ده خدتوه في المدرسه؟ وبعدين يا حبيبي كل واحد فيكم واخد جنب وكأن بابا ده بقى عو، مع انكم لو لفيتوا الدنيا مش هتلاقوا حد بيحبكم زي بابا. ماشي يا بابا احنا عارفين، بس انت اللي عملت كل ده وقعدنا نتحايل عليك انك تسيب القطه وحضرتك ما رضيتش، وفي الاخر طلع سليمه وما فيهاش حاجه. يعني عرفت بابا بيحبك قد ايه؟ اه طبعا عارف. تحب تشرب مانجا عندي فرغلي؟ قشطه. مصطفى، ايه يا درش مالك؟ في ايه؟ مفيش يا باشا، قدمت على طلب اجازه وخدت موافقه. يا ابني انت لحقت، وبعدين ده انا سامع ان انت عامل اعلى اداء في الحجز. هو كده اعلى اداء؟ باشا انا لازم اشوف سيرف اجيب بيها 100,000 جنيه واقدم استقالتي. انا بجد زهقت. طب ايه ده؟ رد على التليفون وبعدين لينا قاعده. ايوه يا قمر. ده على اساس اني ما طردتش من بيتك وكانت امك هتجيب لي البوليس؟ انا قلت انك هتتصل تحاول تصالحني. قمر انا تعبان وطهقان وعفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي، ارجوك ارحميني، مش وقتك اصلا. هو انا كل ما اكلمك تقول لي الاسطوانه المشروخه دي؟ يوه يا بنتي عايزه ايه؟ يعني امي تلاقيكي مستخبيه في الشقه وعايزاها تعمل لك شاي مثلا؟ هي تعمل اللي تعمله، ده انت حتى ما قدرتش تقول لهم لا يا جماعه دي صديقتي. صديقتي؟ صديقتي ايه يا بنتي؟ هي فشتنا في كانتين المدرسه، دي هفشاكي في الشقه. وهو مين اللي جابني؟ هو انا مش قلت لك امشي؟ يا حبيبي ما عرفتش، جدتك ومرات البواب كانوا قاعدين بره. يا حبيبتي وعايزه ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه مصطفى. احسن خلاص نتكلم بعدين. لا يا ريت ما نتكلمش خالص. احسن. ايه مالك؟ فيكي ايه؟ مفيش يوم اتخانقت مع مي وقابلنا مع بعض خالص. بس كده؟ انا قلقت افتكرت في حاجه تانية. واتخانقتوا مع بعض ليه؟ مفيش، ده انسان شخصي يا زباله. طب بس ما تعيطيش. الو؟ الو مساء الخير يا استاذه مريم. مين؟ عمرو مندور يا فندم. انا اسفه قوي ما عرفتش اكلم حضرتك. ولا يهمك. معلش نسيت. نقدر نيجي لحضرتك النهارده؟ النهارده؟ يا ريت. طيب مفيش مانع. مش هنتاخر. احنا في انتظار حضرتك. مع السلامه حضرتك. مع السلامه. ماما هي فين القطه؟ ابوكي ومازن خدوها للدكتور. اخوكي الزفت بقاله ساعتين نزل يجيب عيش ما رجعش. طب بس لما يجي. ماما انا لو قلت لبابا عايزه اعمل عمليه تجميل هيوافق؟ تجميل ايه؟ وليه؟ انت لو خسيتي شويه هتبقي زي القمر. لو عايزه تعملي ريجيم ماشي، لكن والله لو حتى ابوكي وافق ان تعملي عمليه انا مش موافقه. ماما انا عايزه اروح لدكتور تخسيس. دكتور تخسيس ليه؟ اعملي ريجيم، بس انا هقولك على طريقه تمشي عليها. مفيش يا بابا، بعد المدرسه واقفين لقينا العيال واقفه بره، معرفتش اعمل ايه، رحت مسكت توكه الحزام الحديد دي وقعدت الوش فيهم. توكة الحزام الحديد وتلوش فيهم؟ طب ما تسيبهم وتمشي. بابا بقول لك هم اللي جايين. ده انت عصباجي بقى. طب ما اتلموا عليكم ومسكوك وضربوك وكسروا لك دماغك كمان. لا يا بابا انا اعرف اجيب ناس من كل حته واعرف اخد حقي كويس. يا ابني احنا في شيكاغو. لما تشوف حاجه زي كده تاني تسيبها وتمشي. ليه؟ من غير ليه؟ تعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكت. صح،
هو عيل نزل، بس طبعا مش طالع عليا كده، انت عارف كويس طالع عليا ايه. ولد، اقسم برب العزه لو عرفت انك اتخانقت تاني وعملت لي فيها ولد متشرد، انت عارف هيحصل لك ايه. سامع انا قلت ايه؟ سامع؟ سامع يا بابا سامع. بس يا عم في ايه؟ عايزين ايه؟ ايه يا عم انت مش عايز تنزل ليه؟ انزل ولا ما انزلش؟ حبيبي معجزة؟ عامل ايه؟ مالك ياض اتربيت كده ليه؟ لا والله عادي مفيش حاجه. امي بتقول لي ان انت رحت لها وسيحت لي وبتاع. ايه ده؟ هو الحوار ده؟ يعني انت اللي رحت؟ لا ياض انت مش لسه قايل هو ده الحوار؟ بتجيب ورا ليه يا؟ ما بجيبش ورا ولا حاجه، بس الحوار ايه بقى الحوار؟ رسيني ها؟ مفيش يا معجزه، انا اللي رحت لامك وقلت لها خلاص. انت مال اهلك انت؟ ايه اللي يوديك لامي؟ خايف عليك يا ابني. يا ابني وانت جيت شربت شاي مع ابويا وقاري فتحتي وانا ما اعرفش. لا. طب لما افسخ بندرتك دلوقتي يبقى تمام؟ ما تولعش سجاير قدامي يا عم، خايف عليك، عندك مانع؟ طب اهدى وافهمك. طب انت امك عارفه ان انت بتشرب حشيش يا؟ لا هو واد واطي وسخ عادي، بس انا اقطع من اللي خلفوه يا عم الحاج. ما تتكلموا كويس. مش هنتكلم. ايه اللي ادبك يا؟ مش هنتكلم كويس، ايه اللي ادبك؟ لا يا عم انا عارف ان انت مغلول وخلاص. انت فاكر اني اتغلى من شغل النسوان بتاع امك ده؟ ما تجيبش سيره امي على لسانك. انا حر يا عم، لساني واشتم بيه اللي انا عايزه. شاهدين هو حر يا عم، هو جايب ورقه اساسا بقى فخلاص. هو اتضرب. يلا بس. ايه ده؟ في ايه يا ولاد؟ مفيش حاجه يا ماما، اطلعي انت. يا سلام، شكلكم كنتوا بتتخانقوا. لا يا طنط خالص، يا نهار اسود، ده علي حبيبي. ده حبيبي ده، يا نهار ابيض، ده احنا بس كنا بنشوف حاجه كده، كنا عايزين نجرب حاجه مع بعض. طب بعد اذنكم بقى معلش، عشان انا عايزه علي معايا فوق كده 5. طب اطلع انت بقى يا علو، هنروح من بعض فين؟ دي الدنيا قد كده. كل اللي احنا هنبقى محتاجينه اوراق تثبت ان ابنك في كليه الهندسه، وان ابنك التاني كان من اوائل دفعته في كليه الشرطه، وملف الخدمه بتاع الزوج، واوراق الوظيفيه بتاعت حضرتك. المستندات دي كلها بتتقدم لنا احنا كلجنه، نحدد على اساسها مين الاسره اللي هتكسب الجايزه. ماشي، بس انا ابني في سنه تانية كليه مش رابعه، وانا الحقيقه شايفه اننا ننسحب احسن. يعني المعلومات اللي انا قلتها دي مش مظبوطه؟ مش الفكره حقيقيه، بس ماجد في سنه تانية مش في رابعه. بيبيت ولا بيفكس؟ نعم. يعني بيسقط ولا بيعتذر؟ بيعتذر. خلاص يبقى مفيش مشكله. مساء الخير. مساء النور يا فندم. يا بابا الاستاذ عمرو من مسابقه الاسره المثاليه. اهلا. عمرو مندور يا فندم، عضو لجنه تحكيم جائزه الاسره المثاليه. اهلا وسهلا، اتفضل. لا اتفضل سيادتك. قررتوا ايه؟ في ايه؟ المدام كانت عايزه تنسحب من المسابقه. لا هنشترك طبعا. على بركه الله، يبقى ان شاء الله ميعادنا بكره الساعه 8 في قاعه المؤتمرات. اوكي. هو في بس شويه حاجات كده محتاجين نتفق عليها قبل ما تشرفونا. خير. حضرتك عارف ان المسابقه بتاعتنا جايزتها كبيره، وطبعا بيبقى في فروق طفيفه ما بين الاسر وبعضها. يعني مثلا ابن حضرتك طالب في كليه الهندسه، ما اعرفش مين ابنه طالب في كليه الطب، ودي بقى حاجات بيرجع تقديرها لينا كلجنه تحكيم. فاذا كنت حضرتك عايز تضمن انك تكسب جايزتنا ان شاء الله، لازم تكايش. لازم ايه؟ تدفع حاجه لجنه تحكيم، مبلغ. انت عايز الاسره المثاليه تدفع رشوه؟ رشوه؟ ليه يا فندم؟ ده استثمار لاسرتك. انتوا هتدفعوا دلوقتي مبلغ، وبعد كده هتستردوه اكتر من كده بكتير. وعلى فكره بقى، في ناس كتير قوي دفعت. هو مش المفروض الجايزه دي لاسره واحده؟ طبعا يا فندم، الاسره اللي هتدفع اكتر هي اللي هتاخد الجايزه. ده مزاد بقى. بص يا باشا، طبعا سيادتك عارف ان الجايزه بتاعتنا دي برستيج كبير قوي. بلاش، تعالوا نحسب الجايزه هتوفر لكم ايه. اولا خصم 50% على كتير من الجامعات الخاصه. بلاش، انا عارف ان اولاد حضراتكم متفوقين. النوادي يا هاني، اقل نادي محترم النهارده اشتراكه ما يقلش عن 100,000 جنيه. احنا هنوفر لكم 50. ثالثا، رحله لاي مكان داخل مصر لمده 10 ايام 9 ليالي اول انكلوسيف لمده 20 سنه بحوالي 10,000، يعني 200,000 جنيه. يعني احنا موفرين لحضراتكم حوالي 250,000 جنيه. يعني مش كتير لما تدفع 100,000 دلوقتي وانت اصلا مش دافعهم، لان دول تمن الجايزه. بيتهيألي بقى مفيش بعد كده استثمار. ها، قررتوا ايه؟ قررت لجنة التحكيم بإجماع الآراء وبمنتهى الشفافية منح جائزة الأسرة المثالية لأسرة اللواء محمد نصر الدين.
لا ابدا خالص. يعني الدموع اللي في عينيكي دي دموع فرحة؟ اه. يعني انت تنصحي الناس اللي خايفين من الخلفة انهم يخلفوا؟ اه طبعا، واي حد مش انا بس. هم متعبين ويصدعوكي ومصايبهم ما بتخلصش، بس مهما عملوا هم في الاخر ولادي.